أنا عملت اللي عليا أعتقد وسلمت الأمانة كما أمرني الله وكما وهبني الله وكما علمني الله. لا إله إلا الله وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وقف لوحده في وجه مافيا الأدوية، ونظامه الغذائي اتسبب في خسائر بالمليارات لشركات عالمية. أطباء أوروبا أشادوا بذكائه وأطلقوا عليه لقب أبقراط العرب، وآخر كلماته: مش مسامح اللي ظلموني وتأمروا عليا. دخل أوضته بفندق الإمارات يوم 12 إبريل وما خرجش تاني من وقتها لحد ما لقوه جثة هامدة. يا ترى إيه اللي شافه قبل ما يموت؟ مع العلم إن دي كانت آخر كلماته. لو لقيتوني بقى موت اعرفوا ان انا اتقتلت مش انتحار. الدكتور ضياء العوضي، استشاري التغذية العلاجية. الراجل ده كان بيروج لفكرة جريئة جدا، وهي إن الأكل هو سبب كل الأمراض مش الجينات أو الوراثة. عمل نظام الطيبات اللي قلب حياة ناس كتير. كان بيقول لمرضى السكر بلاش أنسولين، الجسم لو اديته فرصة هيصلح نفسه. ونصح مرضى الضغط يوقفوا الدواء، وحتى مرضى الكلى والقلب والأورام. وقال إن الصيام المتقطع هيعمل شغل أحسن من أي دواء. كان بيسمح بالسكر الأبيض وبيقول إنه مش سم أبيض، وإن الجسم محتاج 4 كيلو سكر، وإن السكر ده لو بتنتجه شركة دواء كان زماننا بنشوف إعلانات عن فوائده. وهنا نصح الناس يفطروا نوتيلا بدل الفول. أما الضربة القاضية اللي اداها للمتاجرين بأمراض السرطان، فهي إنه قال السرطان مش لازم يتقتل بالكيماوي، ده مؤذي جدا وبيحول حياة المريض وجسمه لجحيم. دكتور ضياء اتحارب كتير ومركزه اتقفل أكتر من 5 مرات واتشطب من نقابة، لكنه موقفش وفضل مكمل وعامل برنامج ينصح فيه الناس ويدردش معاهم. وفي آخر ظهور ليه كان قلبه حاسس إن الشركات اللي بتكسب مليارات الدولارات مش هتسيبه في حاله، خصوصا إن لما فيديوهاته وصلت للعالم وبقى عنده متابعين في أمريكا وأوروبا، لكنهم ما كانوش يعرفوا إن وفاته هتبقى كارثة أكبر عليهم، لأن إيمان الناس بيه هيزيد. واحد من المقربين ليه قال إنه قابله لآخر مرة قبل سفره للإمارات، ولما سأله هو أنت مش خايف من مافيا الأدوية؟ وهنا كان رد ضياء العوضي حاسم وقال: أخاف منهم ليه؟ هم اللي المفروض يخافوا مني. دول مش بيدوروا على علاج، دول بيدوروا على المرض الدايم. عايزين الناس تعيش مرضى طول عمرها وتدفع فلوس كل يوم لحد ما يموتوا. وقال بنبرة حادة: دول بيتلاعبوا في جينات الناس وبيصمموا أدوية تخلي الناس مرضى مزمنين، وأغلب بروتوكولاتهم الطبية بتخدم الشركات مش المرضى. وبعد سفره للإمارات بأيام تواصل مع زوجته لآخر مرة وقال لها: ما تخافيش عليا، محدش هيقدر يمسني بسوء، ولو حصل لي حاجة خلي الناس ما تنسانيش من دعائها، وقولي للي ظلموني وضيقوا عليا في أكل عيشي مش مسامحكم وأنا خاصمكم قدام ربنا. وبعدها اختفى ضياء وما ظهرش تاني. بعض أصدقائه ومحاميه بيلمحوا إن في حاجة مش طبيعية، وإن لافتة ممنوع الإزعاج مش شرط هو اللي يكون حاططها، ممكن حد تاني حاططها علشان يداري على اللحظات الأخيرة. واللي زود في شكوكهم هو تأخر كشف نتائج التحليل. الله يرحمك يا دكتور ضياء ويجعل كلامك نور يهدي الناس، واللغز لسه مفتوح، والحقيقة إن شاء الله هتطلع، صدقوني بإذن الله. اللي بيحارب مافيا زي دي مش بيروح كده بسهولة.